السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا حقيقي بجد. الفترة اللي فاتت دي انا كنت مفتقداكوا جدا، ان انا بنزل معاكوا وصفاتي وبسجل معاكوا، وبجد الفترة اللي فاتت دي كنت حاسة ان في حاجة ناقصاني. بس الحمد لله على كل شيء. في بداية الفيديو طبعا ما تنسوش تدعوا الأبوياء والأموات المسلمين جميعا بالرحمة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان وإياكم يا رب، وينعاد عليكم بألف صحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم. النهاردة ان شاء الله جاية لكم في فيديو جديد، وصفة جديدة وحاجة جميلة جدا من مفيش بصراحة. يعني انا كنت قاعدة كده محتارة هنتغدى ايه النهاردة، بالرغم ان الوصفة دي ممكن تعمليها وتتركيها عندك في الفريزر تكون جاهزة، بتكون افضل بكتير وبتكون احسن في الطعم طبعا. بس طبعا لما عملتها في نفس اليوم كانت حلوة برضو، شغالة مش وحشة. بس انا هي ضربت في دماغي وانا قاعدة هناكل ايه النهاردة. طبعا حيرة كل ست بيت. فافتكرت ان انا عندي في الفريزر صدر فرخة اللي هو ربع واحد، يعني نص الصدر فاهمين، يعني ربع فرخة. فرحت قايمة كده جبتها وعملت منها الوصفة التحفة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ازاي عملت من ربع فرخة كل الكمية دي، وشلت كمان جزء كده في الفريزر، يعني حوالي 6 وحدات. اعملها للولاد سندوتشات وهم رايحين المدرسة او في اي حاجة يعني. تمام، تعالوا بينا بقى نشوف عملنا الوصفة القمر دي ازاي، وازاي عملت الكمية دي كلها من ربع فرخة واحد بس فقط لا غير. يلا بينا نشوف عملنا ايه. جبت هنا معايا الصدر بتاع الفرخة بتاعتي، ومعايا هنا بقى الاختراع الجامد جدا، كوباية كده شوب زي ما انتوا شايفين كده، نصها كده بطاطس مسلوقة والنص التاني مكرونة مسلوقة. تمام كده، دي يا جماعة اللي هتكثف معايا الكمية وهتدي هشاشة كده وحاجة وطعم تحفة كده للوصفة بتاعتي. في البداية كده جبت الكبة، قطعت الصدر بتاع الفرخة معايا مكعبات. هبدأ ان انا افرمها في الكبة دي. بصراحة يا جماعة الكبة دي خطيرة جدا بصراحة. انا هي اللي بتنقذني في الحاجات دي. هي اللي بتسهل عليا حاجات كتير جدا، بتسهل عليا وصفاتي. فاللي ما عندوش الكبة دي خسران كتير جدا. فرمت معايا الفرخة، صدر الفرخة معايا بالطريقة دي. فرمتها فرم ناعم زي ما شفتوا، هي تكة والتانية خلاص كده شكرا. نزلت هنا بالكوباية المكرونة على البطاطس المسلوقة، أي نوع مكرونة بقى تحبيه. المهم أنا بقى بنزل بنص كوباية، الصدر الواحد بياخد نص كوباية من المكرونة ونص كوباية من البطاطس المسلوقة. تمام، هبدأ كده أفرمها وأبدأ يعني إيه بنزلها. شايفين؟ بص، حاسة زي ما أكون حاطة جبنة موتزاريلا معايا بتشد كده بجد. تحفة جدا جدا جدا. المكرونة مع البطاطس على الفراخ بتديكي طعم رهيب، مش بيبان معاكي خالص، مش بيبان ان انتي حاطة بطاطس، مش بيبان ان انتي حاطة مكرونة، لا بيبان طعم لذيذ فعلا. لما تدمجي البطاطس مع المكرونة على الفراخ بتديكي طعم فعلا رهيب. جربيها وانتي بنفسك هتحكمي. نزلت كده البطاطس الخليط بتاعي نزلت بيه على الفراخ. تمام، هبدأ بقى ان انا بهار الوصفة بتاعتي دي. حطيت توم باودر، بصل باودر نص معلقة صغيرة. تمام، ونص بابريكا برضو. وهبدأ ان انا احط معايا هنا بهارات فراخ نص معلقة. حطيت هنا بقى معلقة صغيرة كده هرمية من الفلفل الاسود على الملح. تمام، وبجد عايزاكي المكون ده تحفة جدا، لازم يكون معاكي اساسي في الوصفة دي. معلقة كبيرة كده هرمية من توابل البرجر. تمام، بجد بتدي طعم خطير جدا. بصي، تاكلي الصوابع دي كأنك بقى بتاكلي برجر فراخ، كفتة، حاجة كده وهم. بصراحة دمجت كل المكونات بتاعتي كده مع بعضها، البهارات على الوصفة بتاعتي، ورحت نازلة بيها تاني في الكبة عشان ادمجهم كلهم بقى مع بعض وتكون ايه متجانسة كده مع بعضها.
ضفت برضو مكون معايا في الكبة عشان القوام معايا يكون مش سايح قوي، وبرضو تكون الوصفة بتاعتي تكون فيها هشاشة كده وطعم تحفة. ضفت معلقة من النشا وانا بفرم المكونات كلها مع بعضها. هنا اديتها فرمة كده على السريع، وبعدين رحت نازلة بيها كده في الطبق بتاعي، وهبدأ ان انا بقى ايه، آه، ألمها كده مع بعضها عشان أشكلها بالطريقة اللي تحبيها. بس بجد الطريقة دي تحفة جدا في التشكيل. طبعا بقى إيه، بتشوفي وصفتك الملح بتاعها مظبوط ولا محتاج ملح. أنا هنا حطيت حوالي سنة صغيرة كده على المعلقة من الملح، لأن كنت حسيتها إن هي عايزة سنة ملح يعني. فانتي اظبطي ملحك بقى قبل ما ايه ما تصبعي الوصفة بتاعتك، قبل ما تشكليها يعني. جبت معايا صينية كده، حطيت عليها كيس تلاجة، حطيت عليه برضو دهنة من الزيت عشان الصوابع بتاعتي ما تلزقش. جبت هنا بقى القمع. ايوه يا جماعة، انا هشكلها بالقمع، بتبقى طريقة سهلة جدا وبتديكي شكل حلو في الاخر. حطيت فيه دهنة كده من الزيت عشان الوصفة بتاعتي ما تلزقش فيه يعني، وتطلع معايا بكل سهولة. حاولت ان انا اوزع كده الزيت في كل القمع بتاعي. ممكن تستخدمي، بيكون سهل جدا، اللي هو الكيس الحلواني اللي هو استخدام مرة واحدة، بس للأسف هو ما كانش عندي. تمام كده، هبدأ انزل بقى بالوصفة بتاعتي كده في القمع ده. هبدأ انزل بيها كلها عشان مرجعش احط تاني، وكده هبدأ انزلها. هي الكمية معايا يعني ايه، مش هتكون فايضة على القمع يعني، هو القمع كبير يعني ما شاء الله خدها كلها. هبدأ انزل الوصفة بتاعتي كلها بالشكل ده، واحاول اطلع الهواء. هنا بقى هبدأ إيه اشكلها بالشكل ده. بجد طريقة سهلة جدا، وفي النهاية بتديكي شكل حلو، والوصفة بتاعتك بتكون متماسكة، ما بتتقطعش منك ولا اي حاجة. لو صدفت واتقطعت منك كده وانتي بتفصليها في الاخر كده، مفيش مشكلة، شيليها وحطيها تاني في القمع بتاعك وابدأي شكليه تاني. تمام كده. هبدأ ان انا بقى اعمل الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة بالشكل ده كده. الصينية بتاعتي اكتفت كده، خدت كميتها، ببدأ احط الكيس تاني، يعني طبقة من الكيس التلاجة فوقها كده، واديله دهنة زيت خفيفة برضو، وابدأ اكمل الكمية بتاعتي كلها عادي جدا. زي ما شايفين كده، ببدأ اوزع برضو سنة من الزيت، وابدأ اشكل تاني معاه. تمام كده. شكلي بقى بالطريقة اللي تحبيها، الطريقة اللي انت شايفاها سهلة ليكي شكليها. بجد وصفة تحفة جدا، وفي النهاية الطعم خطير، طعم بجد تحفة. ياريت بقى لو وصلتي معايا اللحظة دي من الفيديو، ما تنسيش طبعا تحطي اللايك بتاعك والاشتراك لو لسه مش مشتركة، وفعلي زرار الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. وطبعا يا ريت لو تكتبي لي كده في الكومنتات انت بتتابعيني من اي بلد، عشان ده طبعا بيسعدني جدا. وهنا كنت خلصت الوصفة بتاعتي تشكيلها بالطريقة دي كده، دخلتها طبعا الفريزر حوالي ساعتين. الافضل طبعا ما يقلش عن 4 ساعات، عشان الوصفة بتاعتك تكون متماسكة اكتر وتعرفي تشكليها احسن، عشان تعملي لها الكفر يعني بطريقة افضل. بس هنا عشان الوقت كان معايا ضيق، فاكتفيت بساعتين بس. بس انا بحب اعرفك انتي اعمليها من قبلها بكتير يعني، علشان تسيبيها وقت افضل، وقت اكتر يعني في الفريزر، عشان تكون متماسكة، عشان تعرفي تعملي لها الكفر اللي انا هعمله معاكم ده بسهولة يعني، وما تفكش معاكي في الحليب وكده. الكفر بتاعنا بقى هيكون عبارة عن معايا هنا نص كوباية من الحليب الساقع جدا، حطيت عليها سنة صغيرة ملح على فلفل اسود، قلبتهم مع بعض. جبت طبق تاني حطيت فيه فيجيتار عادي على فيجيتار كريسبي. تمام. فيجيتار كريسبي بقى اللي هو السائل اللي من عند العطار، او اللي هو بيجي من ماي واي، الاتنين واحد، انا المتاح عندي بشتغل بيه. تمام كده. قلبتهم مع بعض. طبعا الفيجيتار بتاعي متبل، ما احتجتش ان انا احط بهارات او توابل او ملح. بنزل كده بالصوابع بتاعتي في الحليب. تمام. وابدا انزل بالفيجيتار. تمام كده. واروح نازله
واروح نازلة كده تاني في الحليب بعد ما انزل بالفيجيتار علشان اثبت عليها الطبقة الكريسبي اللي بره، واحافظ برضو على كمية الزيت اللي معايا، ما نزلش فيها الكفر. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني لما بعمل الخطوة الأخيرة دي انزلها في الحليب تاني وبعدين اروح نازلة بيها في الزيت، الخطوة دي بتخلي الطبقة الكريسبي اللي بره تكون متماسكة اكتر على الوصفة بتاعتك. تمام. بعكس خالص ان انت تحطي الوصفة بتاعتك من الفيجيتار للزيت على طول. فاهمين ازاي؟ لان الوصفة لما بتتحط ناشفة، الطبقة لما بتتحط ناشفة في الزيت فهي بتنفصل عن الوصفة بتاعتك، لكن انت لو حطيتيها مبلولة بالمادة المبلولة اللي معاكي بتكون الطبقة ثابتة أكتر على الوصفة بتاعتك. يا رب أكون قادرة أوصل لكم المعلومة، بس بجد اعملوا بنفس الطريقة بتاعة التشكيل بتاع تشكيل الكفر، وانت بجد هتصدقي ان فعلا كلامي مظبوط، وهتعرفي ان بعكس خالص ما انت بتعمليها ناشفة. فاهميني؟ يعني انا كنت بعمل الاول ايه؟ بروح نازلة بالمادة السائلة، بروح نازلة على الفيجيتار وطالعة من الفيجيتار فين؟ للزيت. لا، انا قبل ما احطها في الزيت بقى بنزل بيها تاني في المادة السائلة بتاعتي واروح نازلة في الزيت، دي بتثبت معايا الكفر اكتر. بس كده ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتعملوها وتطلع معاكم مظبوطة. تمام كده. عملت الكمية اللي معايا بقى بنفس الطريقة دي. تمام. انت ممكن تعمليها كده وتسيبيها في الفريزر، ولما تيجي تقليها في الزيت تكوني محضرة معاكي شوية من الحليب وتبهريهم، وتروحي بلاها كده، تاخدي الوصفة بتاعتك على الحليب وتروحي نازلة بيها في الزيت. هنا بقى كنت جربت ان انا اعملها من غير فيجيتار، طلعت معايا شبه الكفتة بالمقلية بالظبط. تمام. بس طبعا الطعم بقى ايه؟ ما اقولكيش، عاطي على برجر على كفتة. حقيقي بصراحة مش قادرة اوصف لك جمال الوصفة دي بجد. حقيقي بجد خطيرة جدا جدا. عايزة اقول لكم الكمية اللي انا عملتها من غير الكفر اللي هو الفيجيتار طلعت تحفة جدا، وعندي الولاد حبوها اكتر من اللي بالكفر. جربوها ان شاء الله تعجبكم.